السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم حبيباتي في قناتكم خياطة أم ماهر. نتمنى دائما تكونوا بصحة وبعافية وانتم تشاهدوا في هذا لي فيديو. ايضا نتمنى تكون يعني قاعدين تستفادوا من هذا لي فيديو اللي نحط لكم فيها، ويكون موضوع تستفادوا منه ولو بالقليل. موضوعنا لنهار اليوم يعني نزولا عند طلبكم. كل ما تكون عندي كوموند يعني نشوف بلي الموضوع راهو مطلوب، نحاول نصور لكم ونحط لكم الفيديو. الموضوع تاعنا لنهار اليوم هو موديل تاع لي سيدي يختلف عن الموضوع السابق، لانه الموديل هذا راح ندخلوا فيه كما تشوفوا الكافيار بهذه الالوان، يعني مخلط هذا الكافيار. تشريوا الكميه المناسبه، ما نقدرش نحدد لكم كميه يعني على حسب الموديل اللي راح ديروه. ايضا تقدروا تدخلوا فيه ليستراس، تقدروا تدخلوا فيه احجار، تقدروا تدخلوا فيه عده اشياء. انا فقط لهذا الموديل راح نستعمل فيه لي سيدي، فيهم 3 كولور، الغرونا واللازر والدوري، وراح نستعمل الجيلاتين والكافيار. القماش المستعمل هو مليفه غلاسي. تقدروا تستعملوا البيزو بيزو، تقدروا تستعملوا الساتان، كما تقدروا تستعملوه في القطيفه، يصلح لكل الفصول كما حطيت لكم في الموضوع السابق. بالنسبه للجيلاتين ما تقدروش تستغنوا عنه في هذا الموديل، لانه راح نخدمه على الجيلاتين عوضا عن القماش. راح تتبعوا معايا. بالنسبه للخياطه انا ديجا خيطت القندوره، يعني تفاديت اني نعاود لكم طريقه الخياطه. هي قندوره نورمال، الرقبه تاعها من الخلف مش هابطه فيها بزاف، رقبه الامام عرضت فقط في السجاف، سجفتها، خيطت لي مونش، خيطت لي بانس، حددتهم. وبالنسبه لي مونش تقدروا تستعملوا مراوح، تقدروا تستعملوا اذا في القطيفه 3 كار، تقدروا ديروا المونش طويل، تقدروا ديروا كيما هكا دومي مونش، يعني لكم الاختيار. ايضا نوع الرقبه وشكل الرقبه تقدروا تبدلوا كيما تحبوا. انا لهنا حنجيب طرف الجيلاتين ونحاول ناخذ قياس لو تور تاع المونش باش ندير شريط راح نخدمه وحدي. يعني تقدروا تلقاو هاد الشريط يتباع اللي هو شريط بالجيلاتين ومعمر بالكافيار، لكن ما تقدروش تلقاو نفس الالوان اللي تستعملوها او نفس الالوان اللي حابينها. من الاحسن نخدموه وحدنا. ايضا بالنسبه للرقبه نخدمه بهذا الشكل. هذا ايضا ما تلقاوهش يتباع، لازم نتوما تخدموا هذا الرقبه اللي راهي مخدومه بالجيلاتين والكافيار الملون. بالنسبه للكافيار الملون تقدروا تلقاوه يتباع ملون مباشره، او تقدروا تشريوا عده الوان اللي حابين تدخلوهم نتوما في القندوره تاعكم وتخلطوهم مع بعض. نروح نرسم الحافه تاع الرقبه على ورقه من الجيلاتين اللي راهي مطويه على 2 باش نتحصل على نفس شكل الرقبة. بالنسبة للعرض تاع الشريط تقدروا ديروا 1 حتى 2 سنتيمتر فقط، يعني ما تحاولوش تعرضوه أكثر من هكا لأنه راح يجي بشع. أنا حنستعمل 2 سنتيمتر. نجي من الحافة من لهنا ندير عدة نقاط تاع 2 سنتيمتر، من بعد راح نوصلها مع بعض باش نتحصل على الشريط تاعي اللي من بعد راح نروح نعمرو بالكافيار. لي يعني صعبت عليه طريقة الخياطة، راح تلقاوها في عدة مواضيع سابقة. طريقة خياطة قندورة يعني سامبل، فيها لي بانس من القدام، لي بانس من اللورا، والرقبة فقط ولي مونش، وتكفوا من تحت فقط وتفينيو وتحدوا. هذا ما كان. تقدروا ترجعوا للفيديوهات السابقة. ايضا حطيت لكم فيديو تاع لي سيدي من قبل، يعني موديل مختلف على هذا، تقدروا ترجعوا ليه، راح نخليه لكم في صندوق الوصف. نروح نقص هذا الشكل وراح نتحصل على شكل الرقبه تاعي. تحاولوا فقط ما تخليوش الجيلاتين تاعكم يتحرك باش ما تفسدلكمش الخدمه تاعكم. تقصوا وانتوما يعني تحكموه باحكام. اللي صعب عليها انها تثبتوا تحاول تستعمل لي زيبانجل وهي قاعده تقص وهي قاعده ترسم بالستيلو. ايضا بالنسبه للرسم كما على بالنا الجيلاتين فيه جهه يمشي فيها ستيلو، يعني تقدري ترسمي عليها، او جهه اللي ما تقدريش ترسمي عليها يعني ما يمشيش فيها ستيلو. نعدل فقط الجيلاتين تاعي ونكمل القص ونتحصل على الدائره المناسبه تماما لشكل الرقبه تاعي. هذا هي الطريقه. ايضا حبيباتي فضلا وليس امرا ما تنساوش دعم قناتكم
الجيم والكومنتير، ما تنساوش تخليوا لي تعليق على كل حاجه نحط لكم فيها، عجبتكم ما عجبتكمش، يعني الشيء اللي حابين تقولوه خليه لي في التعليقات. ما تنساوش ايضا اذا عجبكم الفيديو ولا اي فيديو من القناه ما تنساوش بارطاج لتعم الفائده وايضا لتكبر القناه. بالنسبه للاجزاء المتبقيه راح ندير شريطين يكونوا بنفس طول المانش. لهنا المانش تاعي فيه لو تور كامل 42 سنتيمتر اللي هو نفس العرض تاع هذا الشريط، وايضا العرض تاعهم راح نديرو ايضا 2 سنتيمتر. راح نتحصل على هاد زوج اشرطه تاع لي مانش وراح نتحصل على الشريط اللي هو تاع الرقبه. الان نروحوا لطريقه التعمار تاع هاد الاشرطه. كما على بالكم هاد الكافيار راهو يعني فيه عده الوان. تشريو اللون اللي تشوفوه مناسب، تقدروا تخدموا بلون واحد فقط، تقدروا تخلطوا 3 الوان 4 الوان كما تحبوا نتوما، يعني هذا يرجع لكم. الان نروحوا لطريقه التعمار. انا حطيت هاد كيفاش نقولوا اناء ولا باش هادوك البقايا ما يطيحوليش في الارض ونعاود نستعملهم. نحط بهذه الطريقه وما تنساوش الضغط يعني بصوره جيده باش يلصق لي هذاك الكافيار، وتفتحوا بالشوي كما قاعده ندير انايا، نفتح بالشويه هذاك الشريط العازل تاع الجيلاتين باش ما يبردليش هذيك اللصقه، ما تبردليش وتولي ما تحكمش اللصقه وما تحكمليش الكافيار. نحاول ندير بالشويه ونضغط ونفتح بالشويه حتى نكمل كل الأجزاء اللي راني حابة نعمرها بهذا الشكل حتى ننتهي من الشريطين تاع لي مانش والشريط أيضا تاع الرقبة. بعد ما نكمل راح نتحصل على هاد الأشكال في النهاية، رقبة ولي دو مانش تاعي. هادو هما اللي نوجدهم مع الأول، يعني أول حاجة ديروها هما هادو بعد ما تكونوا خيطوا القندورة، ولا تقدروا توجدوهم ايضا قبل ما تفصلوا القندوره تاعكم، لكن من الاحسن هكا باش ما تكونوش يعني تفاديتوا انكم تطيحوا في اخطاء بالنسبه لشكل الرقبه. الان راح نروح نخدم الاشكال تاعي اللي راح نستعملها في هذا الموديل، اللي راح نستعمل فيها لي سيدي الجيلاتين والكافيار. تبعوا معايا الطريقه. كما على بالكم كما قلت لكم لي سيدي هادو راهم يجيو سي بياس، يعني كل دائره او كل لون تلقاو فيه 6 قطع او 5 قطع كل وحده كيفاش تجي. راح نجيب القطعه الكبيره بهذا الشكل وراح نروح نجيب الستيلو، ما نروحش نرسم في الشكل من الداخل، لا راح نرسم الدائره من الخارج بهذا الشكل. نحاول نثبتها مليح بالاصابع يعني باش ما تتحرك ليش، وباش نرسم الدائره تاعي يعني بشكل جيد وما تكونش عندي الشكل يعني معوج. راح ندير عده دوائر او نقدر بطريقه اخرى من بعد كي نقص الاشكال اللي من الداخل راح نرسم فقط الاشكال باش نتفادى اني نضيع من الجيلاتين تاعي. نجيب ايضا الدائره اللي اقل منها حجما ونعاود نرسمها بهذه الطريقه. بعد ما نرسم الدائرتين نروح نقصهم بهذا الشكل. نقص الدائره الاولى ونقص الدائره الثانيه راح نتحصل على هاد الاشكال. الان واش راح ندير؟ راح نجيب ستيلو تاعي وراح نرسم الشكل هذا اللي هو شكل اس. تبعوا معايا وراح نروح نقصهم على 2، يعني هذا الشكل راح نديره في الدائره الكبيره وفي الدائره الصغيره، وانطلاقا من هذه الاشكال راح نروح نعاود نديرهم في عده يعني في عده اماكن من الجيلاتين، يعني نحاول نستعمل منهم حوالي 14 حتى 16 شكل من الصغيره ومن الكبيره، لانه هادو هما الاشكال اللي راح نستعملهم في التزيين. راح نستعمل الدائره الكبيره والدائره اللي اقل منها والدائره اللي اقل منها، يعني 3 احجام متتاليه. يعني كما قلت لكم طريقه التزيين وطريقه تقدروا تذاكروا من عندكم، يعني تقدروا تتفادوا انكم ديروا نفس الطريقه اللي قمت بها، تقدروا ديروا تغييرات كما الشيء اللي يخرج عليكم. الان واش نديروا؟ ما تنساوش حاجه كملاحظه، ما تنساوش انه لازم يكون عندنا تطابق، يعني الجهه اليمنى تكون مقابله للجهه اليسرى.
يعني يكون عندنا شكلين متعاكسين باش نقدر نحطوا جهه من اليمنى وجهه من اليسرى، ما يكونوش بنفس الاتجاه. نحي العازل بهذا الشكل ونقلب السيدي تاعي على ظهره ونلصق الحافه تاع الجيلاتين فوق السيدي بلا ما نخلي الجيلاتين يقيس في طاولة العمل باش ما تفسدليش اللصقه تاعو. بهذا الشكل نفس الطريقه نقوم بها في كل لي سيدي وكل الالوان اللي حابه نستعملها وكل الاحجام اللي حابه نستعملها. نعدل فقط لهنا كش ما نلقى حوايج زايدين ولا اشكال يعني مهمش ملاح، نحاول نعدل بالمقص تاع لا فينيسيون. بهذا الشكل نستعمل هذه الطريقه، ومن بعد نروح نعمر بالكافيار نفس الطريقة اللي استعملتها من قبل في شرائط لي مونش وأيضا في شريط الرقبة. نوزع بهذه الطريقة ونضغط في نفس الشكل ونحاول نغطي الفراغات على قد ما نقدر. نحط بكثرة والباقي راح يبقى لي في هذا الإناء. من بعد راح نعاود نستعمله بهذا الشكل. هذه هي الطريقه، يعني نورمالمون تعرفوها كامل لانه كيما على بالنا الجيلاتين راهو قداش وحنايا نخدموا به، لكن هذه طريقه تزيين مغايره يعني ماهيش موجوده، يعني نورمالمون ما كانش في اليوتيوب من قبل. نتمنى تستفادوا منها ونتمنى ايضا تعجبكم. هذا هو الشكل اللي راح نتحصل عليه. نكمل باقي الالوان بكل الشكل وباقي الاحجام ايضا بنفس الطريقه حتى نكمل الاشكال اللي نكملها كامل، الاشكال اللي راح نزين بها كامل، وايضا نوجد ايضا الاشكال اللي نزين بها الدفار، الاشكال اللي راح نزين بها ايضا لي مونش، ونخمم في الشكل اللي حابه نحطه ولا كيفاش راح نحط هذا الاشكال كيف حنوزعها في القندوره. يعني ايضا هذا يرجع للذوق وكل وحده وراسها كيفاش حابه دير، كيفاش حابه تبتكر موديل من راسها. انا وجدت هاد الاشكال كامل وكما قلت لكم قندورتي راني خيطتها حددتها كملتها. ديما نوصيكم على حاجه انه كي نجيو نديروا الاشكال تاعنا قبل ما نستعملوا اللاصق، اول حاجه هي ان نحطوا الاشكال تاعنا ونشوفوا الطريقه اللي تجينا باهيه وتجينا ايضا مناسبه. من بعد كي نتاكدوا من الشكل هذاك بلي راهو في المكان المناسب نروحوا نستعملوا اللاصق. كما قاعدين تشوفوا حبيباتي بالنسبه للطور تاع الرقبه، بما انه رانا خدمناه سبيسيالمون على هذا يعني الشكل تاع الرقبه، شوفوا كيف خرج نفسه تماما. اول حاجه قبل ما نركبوا لي موتيف تاعنا نورمالمون تعرفوها كامل، لكن معليش نعاودها لانه كاين اللي ما يعرفوهاش. نجيبوا لي سيدي تاعنا نقلبوهم على الظهر، نجيبوا ايضا لي موتيف تاعنا هذو كامل اللي خدمناهم تاع الرقبه تاع لي مونش، اي حاجه فيها جيلاتين نهزوها. فقط الدوائر اللي ما فيهمش الجيلاتين ما نحطهمش بهذا الشكل، نحطهم فوق قطعه من القماش، نرد عليهم هذه القطعه من القماش ونروح نستعمل المكواة تاع البخار تاعي بهذا الشكل باش هذاك الجيلاتين يدوب. ومن بعد كي يدوب يطلق اللاصق هذاك يزيد يحكم مليح الكافيار وما يطيرلناش من بعد مع الغسيل. ايضا ما تنساوش هذا النوع من لي موديل لازم تستحفظوا فيهم عند الغسيل وعند اي حاجه، لازم على بالكم باللي هادو يكونوا سنسيبل، لازم نستعملوهم ونغسلوهم بطريقه خاصه. اكيد ما نحطوهمش في الغساله الاوتوماتيكيه، نغسلوهم باليد احسن. ايضا نفس هاد لي موتيف نقوم بتلصيقهم بنفس الطريقه، يعني نحطهم بين قطعتين من القماش ونكويهم، وتشوفوا باللي الكافيار هذا شوفوا ما يطيرش خلاص لانه هذاك اللاصق او الجيلاتين راهو زاد داب بفعل السخانه او البخار ويلتصق بطريقه جيده. اذا نبداو الان في طريقه التلصيق. كما قلت لكم نعدلوا اي موتيف في مكانه، ومن بعد نبداو نستعملوا اللاصق. اللصق دائما كما ذكرت لكم في الفيديو السابق تاع الموديل الاول تاع لي سي دي انه هذا اللاصق هو من النوع الجيد، يعني يكون لزج ويلصق معنا بسهوله ويجف بطريقه سريعه. غالي شويه لكن نحاولوا نديروا حاجه مليحه باش من بعد نتفاداو ان يطير لنا هذا الموتيف. تقدروا ايضا تستعملوا الخياطه باليد يعني بالابره والخيط عفوا، وايضا تقدروا تستعملوا اللي هو السيليكون اللي هي البيستولي تاع السيليكون
تقدروا تستعملوها. وتقدروا تستعملوا هذا النوع من اللصق، يعني هذا الشكل يعني تحصلوا عليه. المهم انه الطريقه يعني تختلف من كل واحد كيفاش يستعمل. من الاحسن تستعملوا حاجه يعني ذات جوده عاليه باش تتفاداو انه يطيروا لكم هاد لي موتيف. نحط اللاصق ايضا على لي سيدي بهذا الشكل لو تور كامل ايضا فوق الجيلاتين ونبلاصيه في بلاصتو. كما قلت لكم كي نعودوا نلصقوا ما نحركوش لي موتيف من بلاصتهم باش من بعد ما تغيبناش هذيك البلاصه او المكان اللي راح نحط فيه. نلصق بهذا الشكل ونضغط عليهم دائما باش اللاصق هذاك يمتص لي القماش، يعني يمتص اللاصق ويجمد فيه. دائما ما تنساوش ديما نوصيكم انكم تحطوا عازل بين القماش والقماش باش ما تخرج لكمش اللصقه من الجهه الاخرى. في النهايه راح تحصلوا على موديل هايل جدا. يعني الموديل هذا ماهوش ملبوس بكثره، ماهوش دارج بكثره كما نقولوها، يعني ما كانش بزاف اللي مدايرينه. كي تلبسيه يجيك هايل بزاف. المهم انه تحاولوا على قد ما الامكان انكم تتقنوا الخدمه تاعكم وما يكونش فيها شوائب. وايضا ما تنساوش تفينيو القندوره قبل ما تبداو التزيين ايضا، لانه من بعد راح يصعب عليكم الكي تاعها ويصعب عليكم اشياء عديده. ما تنساوش ايضا العازل بين كل قماش والاخر، حتى في لي مونش تحطوا عازل اللي هو كرتون ولا اي حاجه باش ما تخرج لكمش اللصقه في القماش. هذا هو الموديل تاعنا، جا يعني باهي بزاف. يعني درت له 4 رشات في الحجار باش ما يجيش هذاك الحجر يعني فارغ. وايضا كما قاعدين تشوفوا الرقبه ولي مونش. وكل ما تبدلوا اللون اكيد راح تتبدل الخدمه. كل ما يكون اللون اغمق يعني يكون تخدموا في حاجه غامقه، لون القماش يكون اسود او ازرق او اي حاجه يعني في الغوامق، راح تبان الخدمه اكثر. هذه القندوره درتها المشتركه معنا في القناه، نقولها بصحتك اذا قاعده تشوف في الفيديو تاعها. وراح نحطها لكم في المانكا. القندوره تاعنا على المانكا ايضا جات حاجه تحفه ومليحه بزاف بصحتها مولاتها. حبيبتي الى فيديو اخر راح نحط لكم يعني الجديد كل ما نقدر. دمتم في رعايه الله وحفظه حبيبتي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.